قناه وكالات ملوك المغرب مرحبا بكم الدراري في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غنهرروا فيه على وصول الفريق المغربي إلى أمريكا وتعليقي على الفيديو الدعائي. تحلل ماريا موري الإعلان الترويجي الخاص بالمنتخب المغربي، وتستعرض تفاصيل وصول أفراد الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم. كما تتناول النقاش حول الزي الرسمي الذي ارتداه الرياضيون مع تسليط الضوء على أهمية الهوية المحلية والتنظيم في تقديم صورة مشرفة كواليس وصول بعثة المنتخب المغربي إلى الولايات المتحدة، مسلطا الضوء على الاستقبال الشعبي الحافل وتأثير ذلك على التصنيف العالمي للفيفا. يتناول المحتوى أيضا استعدادات الفريق الفنية، التغطية الإعلامية للبطولة، ومشاركة توقعات وتطلعات الجماهير لهذا الحدث الرياضي المرتقب. تفاصيل التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العالم بما في ذلك التحديات اللوجستية ومعايير السفر والصعوبات التي قد تواجه الجماهير والمنتخبات المشاركة. كما يتم تسليط الضوء على أهمية الترتيب العالمي للمنتخبات وتأثيره الاستراتيجي في يستعرض هذا المحتوى تفاصيل المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي في الولايات المتحدة. يتناول التقرير اهتمام أندية عالمية بضم عبد الصمد الزلزولي وانتقال سفيان الكرواني رسميا إلى الدوري السعودي، بالإضافة إلى استعراض تصريحات نجوم المنتخب البرتغالي حول طموحات الرجاء البيضاوي حركة غير أخلاقية سنغال حاقدين خاصة عقوبات الحيمر. تداعيات الأداء الفني الحالي لفريق الرجاء البيضاوي تحت قيادة الجهاز التدريبي مع تقييم خيارات التعاقدات. تبدو المحتوى الذي ذكرته مثيرا للاهتمام، حيث يتضمن مناقشة استراتيجيات الإدارة وتطوير الهوية التكتيكية للفريق. يمكن أن يحمل هذا النوع من النقاشات تأثيرا كبيرا على مسار النادي وإمكانياته في المستقبل، خاصة بالنظر إلى أهمية توافق خطط الإدارة مع تطلعات الجماهير. نعم، يبدو أن زوجة ياسين، سائق تطبيق إندرايف، خرجت لأول مرة بعد توقيف المشتبه فيهم. من المهم أن تتخذ السلطات اللازمة للتأكد من سلامتها وتوجهها في الوقت الحالي. من الجيد أن تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية للضحية وعلى علاقاته الطيبة مع الجميع. إنها طريقة شريفة للتعبير عن قيمة الشخص الذي فقدتموه، مفيدا للمساهمة في بناء صورة إيجابية وحقيقية للشخص. يمكنك التواصل مع السلطات المعنية مثل الشرطة أو النيابة العامة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المشتبه فيهم وعن حالة القضية. كما يمكنك تبادل المعلومات المتاحة مع هذه الجهات لضمان سلامتك وسلامة عائلتك.